اهلا بيكم. الفيديو بتاعنا النهاردة غير اي فيديو، هنعمل فيه فراخ بتتبيلة جديدة ومختلفة تماما. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير، ويلا بينا على وصفتنا علشان نعملها مع بعض. هبتدي الاول بالتتبيلة بتاعة الفراخ. معايا بصلة صغيرة او وسط حسب حجم الفراخ عندكم، وكمان توم، وقطع من الشطة، وكمان فلفل أحمر. لو مش موجود الفلفل الأحمر نقدر نستخدم بداله الفلفل الأخضر، وليمون. دي كانت ليمونة كبيرة، وكمان معلقة كبيرة من الزيت. أنا مش هستخدم زيت كتير علشان أنا هنا مستخدمة الجلد بتاعها، فمش محتاجة دهون كتيرة تكون موجودة معانا. وكمان معلقة كبيرة من العسل. هاخد كل كمية العسل بالشكل ده كده. والمكون اللي هيغير طعم الفراخ ويخليها طرية ويخلي طعمها في منتهى الجمال ومختلف تماما عن اي فراخ، المانجا. معايا هنا نص قطعة من نص منجاية، والمنجاية دي كانت صغيرة. وهبتدي ان انا اتبل بالملح وفلفل وقرفة. دي كده كل التوابل والمكونات بتاعتنا، وعلشان نخلط المكونات دي كلها مع بعض يا دوبك بس هحط لها حبة مية صغيرين علشان اعرف اخلطهم كويس. هبتدي ان انا اخلطهم بالشكل ده كده. انا مش عايزة فيها اي تكتلات سواء للبصل او للفلفل علشان تكون الخليط بتاعنا ناعم واحنا بنحطه على الفراخ. كده الخليط بتاعنا بقى جاهز، شايفين الشكل بتاعه مفيش اي تكتلات كبيرة خالص موجودة فيه. هبتدي ان انا اجهز الفراخ. انا الفراخ غسلاها ومنضفاها كويس قوي وشايله منها اي زفاره، ومستخدمه هنا اهوت افخاد الفراخ. نقدر ان احنا نستخدم الورك كامل، او نقدر نستخدم الدبابيس، او نقدر نستخدم فرخه كامله لو انتوا حابين. اهم حاجة في التتبيل ان احنا لازم نغطي الفراخ حلوة قوي بالتتبيلة، بحيث ان هي تتغطى من كل الجهات وكمان تحت الجلد وكل جزء فيها، وندلكها كويس قوي بالشكل ده كده علشان الفراخ تتشرب حلوة قوي من التتبيلة ديت ومن التوابل كمان اللي موجودة فيها. هغطيها واسيبها مش اقل من نص ساعة. يعني نقدر ان احنا نسيبها من بالليل لتاني يوم على حسب وقتنا وحسب حجم الفراخ، او نقدر نسيبها ساعتين، وزي ما انا قلت اقل حاجة نص ساعة في التتبيلة. هبتدي ان انا اوزعها في الصينية. وباقي التتبيلة زي ما احنا متعودين ما بنرميهاش، ونبتدي ان احنا نغطي بيها الفراخ بالشكل ده كده. دي كده هتحمي الفراخ وهتخليها كمان تاخد من طعم التتبيلة اكتر، وهتديها اللون الحلو في الفرن وهي بتستوي. انا مش هزود لها ميه، مش هزود لها اي حاجه خالص، هي كده التتبيله وبس. نقدر ان احنا نغطيها ونقدر ان احنا ندخلها زي ما هي كده في الفرن. انا مغطيتهاش ودخلتها في الفرن على طول على درجه حراره 200. في الاول انا كنت معليه النار شويه، وبعد كده لما ابتدت ان هي تنزل ميتها وطيت عليها لحد ما وصلت لدرجه حراره 200. طول ما هي في الفرن نغطيها بالصوص بتاعها بالشكل ده كده علشان تطريها وتفضل طرية معانا، وكمان تدينا اللون التحفة اللي احنا شايفينه ده. شايفين اتشربت الصوص كله اللي موجود، فبقت فعلا طرية جدا من جوه وتحفة. ولونها بصراحة روعة. يعني الجلد بتاعها نفسه مغري، انما احنا ما بناكلش الجلد، بس هو بصراحة كان شكله مغري جدا. والريحة بتاعتها كانت جميلة جدا جدا. وادي الباقي من الصوص بتاعها. حاجة كده بصراحة كانت وهمية. المانجا كان طعمها مختلف، طعمها جديد، كانت مدية طراوة جدا للحم بتاع الفراخ. طعمها غير اي تتبيلة تانية انا كنت عملتها معاكم قبل كده. بصراحة كانت تجربة جديدة وحلوة.
اتمنى ان انتوا تجربوها لان هي بجد هتعجبكم، ولو عجبتكم قولولي في التعليقات ان انتوا جربتوها وايه رأيكم فيها. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والشير، وشكرا ليكم وشكرا للمشاهدة، وفي انتظار تعليقاتكم الجميلة اللي بتساعدني، واشوفكم في فيديو جديد واقول لكم سلام.